يبدأ الفيلم برجل يدعى يوتشي كيمورا حزينا بسبب وجود ابنه يرقد في المستشفى، حيث أنه دخل في غيبوبة بعد أن دفعه رجل غريب من الطابق العلوي للمتجر. يعتزم يوتشي الانتقام من خلال العثور على الجاني ومقابلته في القطار السريع. القطار الذي سيركبه يوتشي سيغادر من طوكيو إلى كيوتو. هناك يقابل امرأة تدعى برينس كانت تبدو بريئة لكنها قاتلة ماكرة، وعندما قابلته قامت بصعقه حتى أغمي عليه. من ناحية أخرى كان هناك رجل يدعى ليدي بوغ، وهو قاتل أيضا كان في مهمة لسرقة حقيبة من القطار، والتي كانت تحت حراسة قاتلين يدعيان ليمون وتنجرين. وبالإضافة لمهمة حماية الحقيبة تم تكليفهما أيضا بحماية ابن رجل يدعى وايت ديث، وهو أحد أعضاء ياكوزا. بينما كانا مشغولين بالدردشة لم يدركا أن ليدي بوغ سرق الحقيبة التي يحرسانها. بعد لحظات لاحظا اختفاء الحقيبة ويصابان بالذعر وينفصلان للبحث عنها. يستيقظ يوتشي وتخبره برينس أنها هي من دفعت ابنه. يغضب لسماعه ذلك، لكنه لم يستطع فعل شيء عندما أخبرته أنها أرسلت قاتلا آخر إلى المستشفى لإيذاء ابنه. ثم تقول أنه كان في القطار حقيبة سرية تخص وايت ديث وتدعوه للعمل معها لاستعادة الحقيبة. يقال أن وايت ديث كان عضوا في ياكوزا، لكنه في أحد الأيام تمرد وقتل زعيم ياكوزا، ومنذ ذلك الحين استولى على جماعة ياكوزا وجعل منها أكثر الجماعات القاتلة شراسة في يومنا هذا. من ناحية أخرى فشل ليمون وتانجرين في العثور على الحقيبة، فعادا إلى مقعديهما، لكنهما يصدمان لرؤية ابنة وايت ديث ميتا هناك. يصابان بالذعر لأنهما فشلا بالاحتفاظ بالحقيبة وحماية ابن وايت ديث. في مكان آخر كان هناك رجل يدعى وولف، وهو قاتل يقتل الناس حسب رغبة موكله. عندما كبر وقع في حب امرأة ثم تزوجها، ولسوء الحظ في يوم زفافه ماتت زوجته وجميع المدعوين فجأة لأنهم تسمموا من قبل شخص ما. طريقة موتهم كانت تشبه تماما طريقة موت ابن وايت ديث، لذلك يمكن استنتاج أن الجاني هو نفس الشخص. بحثه عن مرتكبي جريمة قتل زوجته يقوده لدخول القطار السريع. في ذلك الوقت يقابل وولف بالصدفة ليدي بونغ ويعتقد أنه قاتل زوجته، ونتيجة لذلك قام على الفور بطعن صدر ليدي بونغ بواسطة سكين. لكن لحسن الحظ كان ليدي بونغ يرتدي ملابس واقية، لذا لم يتمكن من أذيته. أثناء القتال عندما ألقى وولف بالسكين على الحقيبة ارتدت وطعنته في صدره. في المحطة الأولى هرع ليدي بونغ للنزول لأن مهمته الوحيدة هي سرقة الحقيبة قد انتهت. لكن عندما كان على وشك النزول رأى ليمون يقف حارسا عند باب عربة القطار. يبتعد بسرعة لكنه يصطدم بشخص يرتدي زي دمية عملاقة، وبشكل غير متوقع اختطفت الدمية الحقيبة، لكنه تمكن من استعادتها منها. بعد أن فشل بالنزول في المحطة الأولى قام على الفور بإبلاغ رئيسته والتي تدعى ماري عبر الهاتف، يخبرها أنه كان بالفعل في حفل زفاف وولف في ذلك الوقت، لكنه أكد لها أنه ليس الشخص الذي سمم الناس في الحفلة. بعد ذلك أخفى الحقيبة وذهب للقاء ليمون للدردشة، لكن بدلا من ذلك اتهمه ليمون بأنه من قتل ابن وايت ديث. لذلك خاضوا معركة شرسة. حاول ليدي بوغ منعه من إثارة الضجة في القطار لأن هناك العديد من الركاب الآخرين. بعد ذلك ذهب لإحضار الحقيبة، لكنه يرى أفعى تدعى بومسلانغ تخرج من الحقيبة. من المعروف أن للثعبان سم خطير جدا، لذلك قام بتركه وذهب بعيدا. بعد ذلك تلقى تانجرين وليمون خبرا مفاده أن قوات وايت ديث ستفحص الأمتعة وابنه في المحطة التالية وليس في نهاية الرحلة. يخرج تانجرين من القطار للإبلاغ عن كل شيء، بينما ليمون يجعل ابن وايت ديث يبدو كما لو أنه لا يزال على قيد الحياة ويحييه من داخل القطار. من ناحية أخرى تمكن يوتشي وبرينس من العثور على الحقيبة التي أخفاها ليدي بوغ، ثم يعملون على فتحها ويضعون قنبلة بداخلها. في الوقت نفسه تمكن تانجرين أخيرا من العثور على ليدي بوغ، ودخل الاثنان في معركة شرسة في مطبخ القطار. في معركته تلقى تانجرين مكالمة مفادها أن رجال وايت ديث سيفحصون الحقيبة في المحطة التالية. يعرض ليدي بوغ المساعدة في مواجهة رجال وايت ديث. عند الوصول إلى المحطة التالية نزل تانجرين وليدي بوغ يحملان حقيبة أخرى لإقناع رجال وايت ديث، لكن يقوم ليدي بوغ بالضغط على زر عن طريق الخطأ، مما تسبب في فتح الحقيبة. واكتشف الرجال أن ليمون وتانجرين فشلوا في حماية الحقيبة. تمكن ليدي بوغ من طرد تانجرين من القطار، لكنه لم يستسلم واقتحم عربة القطار من النافذة. يلتقي ليمون ببرينس وبوتشي في القطار.
نظرا لأن ليمون جيد في قراءة وجوه الأشخاص فإنه يعرف بأن الحقيبة موجودة حاليا معهما. تقول برينس أنها مجرد مختطفة والحقيبة سرقها يوتشي. يغضب ليمون ويطلق النار على يوتشي ويخفي جثته في الحمام، لكنه رأى مسدسا في حقيبة برينس والتي تتمكن في النهاية من قتل ليمون ووضعه في الحمام مع يوتشي. تخلع الدمية القناع ويتضح أنها امرأة تدعى هورنت، وهي أيضا قاتلة محترفة، وهي من قتلت ابن وايت ديث، وهي من قامت بقتل زوجة وولف والمدعوين. يلتقي ليدي بوغ بهورنت التي حقنته بالسم، لكنه تمكن من صرخة الترياق لعلاج نفسه وقام بحقن السم في ذراع هورنت. من ناحية أخرى، بينما يبحث تانغرين عن ليدي بوغ وجد جثتي ليمون ويوتشي ويصمم على الانتقام. يلتقي ببرينس التي حاولت التصرف كامرأة بريئة حتى لا يشك بها، لكنها بينما كانت على وشك المغادرة رأى شعار ديزل على ظهرها، عرف أنها من قتلت ليمون. وعندما كان على وشك قتلها ظهر ليدي بوغ لحمايتها، حيث قامت بخداعه بنظراتها البريئة والذي جعله يقتل تانغرين. في المحطة التالية يدعو ليدي بوغ برينس للنزول، لكنها تتعمد إفشال الخطة بقولها أن حقيبتها عالقة، لذلك اضطر ليدي بوغ للصعود مرة أخرى والانضمام إلى الرحلة إلى كيوتو. في القطار يقابلان والد يوتشي المعروف باسم إلدر، وبينما كانوا يتحدثون يعض الثعبان يد ليدي بوغ. يذهب إلى المرحاض ويحاول وضع الثعبان في الخزانة. يقول إلدر إن رجال برينس قتلوا على يد رجاله. عند سماع هذا تخاف برينس وتهرب. بعد أن تخلص من الثعبان عاد إلى مقعده واستمر بالحديث مع إلدر الذي يكتشف أن لديه ضغينة ضد وايت ديث، ويقول أنه عندما كان شابا كان أحد رجال ياكوزا الذين شهدوا المذبحة التي ارتكبها وايت ديث، والذي قتل أعضاء ياكوزا وعائلاتهم، حيث فقد زوجته أيضا وقتها. ولكن تم إنقاذ يوتشي وهو الآن مصمم على الانتقام من وايت ديث، لذلك يطلب مساعدة ليدي بوغ. يجدان جثتي يوتشي وليمون ويدركان أنهما لم يموتا بعد. يتم علاجهما ويدخل ليمون وليدي بوغ في جدال. كان ليمون غاضبا من مقتل تانغرين، ويوتشي غاضب لأن ليمون أطلق النار عليه. يوقف إلدر القتال ويطلب منهم الاستعداد لمقابلة وايت ديث وقواته في محطة كيوتو. عندما وصلوا يسلمه ليدي بوغ الحقيبة. يلتقي وايت ديث أخيرا ببرينس التي كانت ابنته، ولأنه لم يكن يعتني بها صممت على قتله، لكن من الصعب أن تقتل امرأة رجلا مثله. يطلب من رجاله قتل كل من بقي في القطار. يخرج ويكشف لليدي بوغ أنه هو من جعلهم يلتقون في القطار وضحى بابنه من أجل ذلك، وفعل هذا لأنه يريد الانتقام من شخص قتل زوجته ويدعى كارفر، واعتقد أن ليدي بوغ كان كارفر. وعندما كان على وشك إطلاق النار عليه فتح رجاله الحقيبة، مما تسبب في انفجار كبير، ذلك لأن برينس وضعت قنبلة سابقا في الحقيبة. يسبب الانفجار بدخول ليدي بوغ ووايت ديث عربة القطار، وفي تلك اللحظات شن إلدر والآخرين هجومهم بينما يتم تكليف ليمون بقيادة القطار. بعد ذلك ذهب ليدي بوغ إليه في مركز القيادة، وعند هذه النقطة بدأوا مرتبكين لأنهم لا يعرفون كيفية إيقاف القطار. من ناحية أخرى تمكن إلدر ووايت ديث من مواجهة بعضهما وجها لوجه وقاتلا بضراوة. وبينما كان يستعد إلدر لقتله تمكن ليمون وليدي بوغ من إيقاف القطار، مما تسبب بانحرافه. في النهاية قتل وايت ديث على يد برينس والتي صدمتها شاحنة. ينتهي الفيلم بعرض ليدي بوغ ويوتشي وإلدر نجوا من الحادث، وفجأة سقط عمود كاد على وشك أن يقتل ليدي بوغ، لكن لحسن الحظ كانت ماري هناك وساعدته. ومن ناحية أخرى تبين أن سائق الشاحن الذي دهس برينس هو ليمون والذي نجا أيضا.